ازيكم اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي. معاكم جودي من كان وتعالم جودي النهارده هنعمل فيديو جديد بس قبل ما نوصل الفيديو ده 20 لايك. كل سنة وانتم طيبين. باك تو سكول، أول يوم مدرسة. تعالي كده ورينا الطقم، هم أكيد شافوه في اوتفيت سريع. بص شكلها قمر ازاي، شكلك زي العسل. تمام. جيدتي هنا مجهزة ايه؟ مجهزة شنطة المدرسة واحنا جهزناها معاكم. ومجهزة ايه تاني؟ اللانش باج، وبرضو جهزناها معاهم. تمام. هنبدأ معاهم اليوم من أوله ونقول بسم الله. أول حاجة نفطر وبعد كده طيران على ايه؟ المدرسة. يلا بينا نقول ايه؟ نقول بسم الله ونبدأ الفطار بتاعنا. أول حاجة يومنا في المدرسة لازم يبدأ فطار وإيه؟ ولبن. فطار وإيه؟ فطار وإيه؟ فطار ولبن. ده كده بداية اليوم بإذن الله. تاني حاجة إن شاء الله نصحى بدري، نجهز نفسنا، نلبس هدومنا، نغسل أسناننا. كل ده حصل النهاردة، بس احنا حبينا نختصر كده معاهم اليوم لأن يومنا هوريهم. حاضر. لأن يومنا طويل جدا جدا جدا. أوريهم انتي مروقة السرير ازاي يعني. حاضر. سجيدتي أول ما صحيت عملت ايه؟ مسكت السرير كده روقته بسرعة بسرعة بسرعة. لقيتها قايمة كده نشاط نشاط، اغسل وشك اغسل أسنانك. جيداء بقى عملت هنا حاجة حلوة قوي قوي قوي، هخليها اللي تيجي تقول لكم عليها بس بعد الفطار. امضغي نونو نونو وقطمي نونو نونو، مش متأخرين. ماشي. وريهم بقى كده الورقة الجميلة اللي انت عاملاها. بصوا جيداء عملت الورقة دي. المفروض ان الورقة دي جيداء عاملاها زي جدول كده، حاجات تعملها كل يوم قبل ما تنام، صح؟ وريهم بقى كده. اول حاجة اذهب الى الحمام. ايوه. وين علامة صح؟ اوكي. اغسل يدي او استحم. وكده علامة صح. اغسل اسناني وعلامة صح. اوكي. البس ملابس النوم. تمام. نقول لماما تصبحي على خير. ايوه. نعمل صح. واخر حاجة اقرأ قصة. اقرأ قصة. وماما هي اللي ساعات بتقعد تزغزغ وتغني ونرسم ونعمل حاجات غريبة كده قبل النوم. عايزاكي تعملي ورقة زي دي الحاجات اللي انت عملتيها النهاردة اول ما صحيتي. ايه رأيك؟ فكرة حلوة وهم يعملوها زيك. يلا بقى كده نوريهم انت جهزتي الحاجة ازاي. تعالي. في آنسة قاعدة هنا، بصوا ماسكة نفسها بالعافية والله، عايزة تقوم تنام في أي حتة. هنا الشنطة جاهزة وهنا اللانش بوكس. ما وريناهمش برضو اللانش بوكس سريعا فيه ايه. اللانش اتعودت اقول اللانش بوكس. اللانش باج. بصوا بقى اللانش باج بتاع جيداء فيه ايه. اللانش بوكس وفيه السندوتشات وإزازة المية، وفي هنا السناكس واللبن اللي بالشوكولاتة اللي هي هتاخده. تمام. لو عايزين تشوفوها بالتفصيل روحوا شوفوها في الفيديو الشورت. اوكي. يلا بينا على المدرسة. يلا بينا. مين اللي اخترع فكرة المدرسة بدري؟ المشكلة مش في اللانش باج. كيف الصحيان؟ الى المدرسة. يلا بينا علشان ما نتأخرش. نقول بسم الله. نقول بسم الله. نقول ايه؟ بسم الله. سنة جديدة سعيدة ان شاء الله. ايه نقول في المدرسة؟ ايه؟ بسم الله بسم الله. لا نقول ايه تاني غير يا رب؟ نعم وايه؟ حاضر. نقول نعم وحاضر وتركزي تعملي ايه؟ بلاش عياط. بلاش عياط. انت اللي بلاش عياط. وتركزي تعملي ايه؟ يلا بينا قولوا بسم الله. بصوا جيداء هتموت على المدرسة اهي. وصلنا. يلا استنى اقفلي هنا الصورة بتاعت كل سنة. يلا بينا قولي بسم الله. ودينا جيداء المدرسة. طبعا جيداء قلبك وحشاكي وحشاكي وحشاكي، صراحة قوي. طيب تروحي تنامي ولا تروحي تذاكري اذاكر. الفصل بتاع القصة اللي كان ناقصك؟ اضطر اذاكر. لا مش اضطر، هي لازم تبقي طالعة مذاكرة وانت موافقة. ايوه نذاكر القصة. القصة ودراستها ليه؟ انا ما اعرفش والله فين البنسل بتاعي. انا ما اعرفش اسمه ايه. انا ما اعرفش. ايه؟ طيب مال هنقول بسم الصغنن؟ الله. هنقول بسم الله. هنقول بسم الله. ماشي بسم الله. جينا للمذاكرة. الحمد فانا لله. قلت لها ايه، بص استني نفهمهم. جودي كان فايتها درس عربي بالصح. وفصل قصة، فاحنا ذاكرنا درس العربي معاكم. فاضل لها ايه؟ كنت اقول فاصل لها. فاضل لها ايه؟ فاضل لها درس فصل القصة. واحنا جايين قلت لها خلاص نودي اختك المدرسة ونرجع ايه نذاكر فصل القصة. جينا فانا قلت لها تعالي يا جودي نقرأ
قبل ما نصور علشان ابقى فاهمه انا هشرح لك ايه. فانا عماله على فكره مش قادره اضحك والله، عماله اقول سقنن سقن رع سقنن رع راح انت عرفت من انه سقنن؟ ما خدته قبل كده. لما انت خدتيه قبل كده عايزه انا اذكره لك بس ما خدتش الدرس. ما تديني اجازه ربنا لا، يبارك لا، لك. لا. طيب هنقول بسم الله. هنذاكر النهارده او هنراجع النهارده بسرعه اول فصل من فصل القصه اللي هو جيش تحرير مصر. بدايه الفصل قال لك لازم تعرف الشخصيات اللي موجوده. انا رأيتها احنا لازم نقوم ننام لحد الترم الجاي. انا قريتها سقنن، هي قالت لي سكنن رع. طيب تعالي نشوف شخصيات القصه. ما تلخبطينيش بقى، انا اساسا عايزه درس تخاطب. تعالي نشوف شخصيات القصه. اول واحد معانا سكنن رع زي ما جودي قالت، لان ماما مش عارفه اسمه ايه. ده مين؟ ده امير طيبه. تمام كده. وكان اشد امراء مصر قوه ومعارضه لحكم مين؟ لحكم الهكسوس. مين هو ملك الهكسوس؟ محدش عارف اسمه ايه، لكنه ايه؟ ارسل يهدد سقنن ايه؟ امير طيبه. يعني سقنن ما كانش بيحبه، كان بيعارضه، وكده كده ملك الهكسوس كان دايما يعمل ايه؟ يضايقه ويهدده. اقريها انت بقى عشان انا مش عارفه الراجل ده اسمه ايه. لا ده اياه حطب. ماشي. اياه دي حطب. ملكة مصرية اقسم أصيلة. بالله فاكره راجل، اقسم بالله. اياه حطب. اياه حطب دي كانت مرات مين؟ كانت زوجة مين؟ اللي سقنن رع. تمام. وكانت دايما بتشجع ابنها مين؟ كاموس على مواصلة الحرب. صح. مين كاموس؟ ابن سقنن رع، ابنه الكبير الأكبر. حارب مين؟ هكسوس. وطهر الصعيد منهم وبعد كده توفى. أحمس ده أنا عارفاه. أنا خدت أحمس، أقسم بالله عارفاه. أقسم بالله. استني بقى. أحمس يبقى ابن سقنن رع الصغير. صح. من كاموس. ماشي. وانتصر على مين؟ على الهكسوس وطردهم حتى ايه؟ عاصمة ملكهم. هقول لك بقى انا معلومة زيادة. لحد ما جه مينا موحد القطرين. يبقى احمس طارت الهكسوس ومينا موحد القطرين. عشان تعرفي ان ماما بتذاكر تاريخ طول عمرها. المدن والاماكن اللي هتيجي معانا في الفصل. وريها انت عشان انا مش عارفه. ماشي. اواريس عاصمة الهكسوس. ماشي. واللي اسسوها في شمال مصر. ماشي. شمال ده اللي هو ايه؟ شمال. الشمال ده اللي ناحيه القاهره واسكندريه. الله عليك. انما الجنوب اللي ناحيه ايه؟ الصعيد واسوان والحاجات دي. وطيبه دي عاصمه مصر ومكانها الاقصر. تمام. يبقى الهكسوس كانوا فوق وسقنن كان فين؟ تحت. كان تحت. تمام كده. يعني الهكسوس كانوا ناحيه الشمال وسقنن رع كان ناحيه الاقصر والجنوب وكده. طيب الفصل ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على احتلال الهكسوس لمصر، الجرائم اللي هم عملوها في حق المصريين، ومقاومة المصريين تحت قيادة الملك مين؟ سقنن وافراد اسرته اللي هو مين؟ اللي هو كاموس وايه؟ واحمس. لحد ما جه احمس رجعهم على مدينتهم عشان ايه؟ عشان ما يضايقوهمش. تمام. هنقول بسم الله. اول جزء عندنا بيتكلم على احتلال الهكسوس لمصر. بيبدأ الفصل من ايه؟ بيبدأ الفصل من كفاح شعبنا. شعبنا ده طول عمره بيكافح من ايام الجنيه الجبس اللي قد كده وحياة ربنا. ماشي. كفاح ايه؟ كفاح شعبنا المجيد. كفاح شعبنا المجيد بقصة جماعة من الرعاة كانوا يعيشون في اسيا. يبقى يعني الهكسوس دول اصلهم ايه؟ اصلهم كانوا شوية رعاة كانوا بيعيشوا فين؟ في اسيا. وكان اسمهم ايه؟ الهكسوس. طبعا احنا في قارة ايه؟ افريقيا. فهم جايين لنا من قاره تانية يقرفونا. متفقين يا قلبي؟ طول عمرنا الحمد لله. تمام. تسلل هؤلاء القوم اللي هم الرعاة اللي اسمهم الهكسوس الى مصر ايام مين؟ ايام الفراعنه. اغاروا عليها منين؟ من فوق، من الشمال. تمام. حتى وصل زحفهم الى ما نسميه الان محافظه الشرقيه. عمل فيها ايه؟ عسكروا في بلده اواريس وأقاموا بها وجعلوها عاصمة يعتصمون بها. يبقى لما الرعاة اللي هم الهكسوس دخلوا مصر دخلوا عليها منين؟ الشمال. دي مهمة، نقطة مهمة جدا. أعتقد إن هي الأسئلة بتيجي من كده. أولا دخلوا عليها أو أغاروا عليها من الشمال. تمام. عسكروا في مدينة إيه؟ الشرقية. لا، أول حاجة عسكروا في مدينة أواريس اللي هي الشرقية دلوقتي. ماشي. أواريس اللي هي إيه؟ الشرقية. وعملوها عاصمة إيه؟ لها. أنا زعلانة منك. ليه؟ ما جبتيش الازازه ومج البطه وانا ريقي ناشف دلوقتي.
تمام كده. تمام. طيب لما الهكسوس دخلوا مصر عملوا ايه؟ لا مش يقعدوا بقى كده في حالهم، لا ابتدوا يتدخلوا في شؤون ايه؟ مصر. وابتدوا يزحفوا في البلاد لحد ما ايه؟ لحد ما نفوذهم امتدت في كل ايه؟ انتشروا. ايوه. لا وكمان مش انتشروا بس، كانوا بينتشروا، كانوا بيعملوا على تفرقه ايه؟ صفوف الشعب. فكان كمان بيتريق على مين؟ على الملك بتاعنا اللي هو سقنان را. تمام. كان سقنان را وقتها ايه؟ كان قوي جدا، اقوى امراء مصر واكثرهم اخلاصا. تمام. وكان دايما يعارض حكم ايه؟ حكم الدخلاء الوحشين دول. لحد ما حصل ايه بقى؟ ارسل ملك الهكسوس رسول يقول لسقنان را ان افراس النهر في طيبه تزعجه. يا حلاوه والله العظيم. عارفه افراس النهر اللي هو ايه؟ اللي هو سيد قشطه، هيبو، ابو بوي كبير ده في النهر مضايقني. يا سلام والله. واذا لم تكف افراس النهر عن هذه الاصوات فسيرسل من يبديها. عارفه انت جر الشكل، يعني بيجر شكل ان الحيوانات اللي عندك في النهر مضايقاني، فانت لو ما سكتهاش انا هبعت حد يسكتها. طب انا اعرف اسكت حيوان؟ يعني احنا كنا مربيين عصافير في البلكونه، تيجي جارتنا تقول العصافير مضايقاني سكتيها، اخرج اقفل بق العصفور اقول له تعالى هات منقارك اقفل بقك مثلا، مش عارفه. فطبعا سقنان را اتجنن، صح غاضبا في ملك في الرسول بتاع ملك الهكسوس. ايوه غاضبا قائلا لرسول ملك الهكسوس. رسول ملك الهكسوس اللي هو المرسال بتاع ملك الهكسوس. انت هتجنني، اقفل بقي فرس النهر ازاي يا عم انت؟ والله العظيم. تمام. بيقول له ده كده تهديد ووعيد، انت بتهددني. اتزعجه افراس النهر في طيبه اللي هي الاقصر، اللي هي عند الاقصر، والمسافه ما بينها وما بين اواريس 700 ميل، وكمان عايزه اسكتهم. راح عمل ايه بقى؟ عاد رسول الهكسوس اللي هو المرسال قال له ايه بقى؟ لقد علم سيدي انك تزيد في جيشك ولهذا ارسلني اليك منذرا وايه؟ ومحذرا. ما مش معقول الافراس عندي مضايقه مثلا الناس عند جده في حدائق القبه يعني. ازاي؟ تمام كده. نكمل باقي الفصل. على فكره انا حبيت القصه جدا. ايه ده، انا حاسه ان انا يبقى هتذاكري لي القصه كلها. لا الفصل اللي فاتك بس. لا يا جماعه اكتبوا لي تحت في التعليقات. لا كل الحاجه الحلوه بتاعتك. ما اكلتيش البسكوت. ايه ده؟ القلم زعلان. كل الحاجه الحلوه بتاعتك. اكمل لك القصه كده، هشرحها لك كاني بحكي لك قصه. كاني بحكي لك قصه. وبعد كده تبتدي تحلي عليها. متفقين؟ وبعد ما تحلي عليها ننزل نجيب اختك من المدرسه. يلا بينا. هاتي واحده عشان انا بحب البسكوت ده. كنت تقولي معايا. انا بحب، انا وجودي وجايده، بس انا وجودي اكتر بنحب البسكوت ده جدا. خدي معايا. انا عايزه اشرب. ايه ده؟ دي الكاميرا كانت جايبه عليا جدا. يا خبر، ده كل اللي انا عملته كان طالع. خلصنا مذاكره ونازلين. ايوه رايحين نجيب زيدان. انا خلاص على فكره عايزه انام. ايه تاني والله عايزه انام. بصي مش قادره افتح عينيا. خلصنا مذاكره وهنروح المدرسه نشوف اللبس بتاع جودي نزل ولا لسه، ونجيب جيداء واروح الدرس. لا الاول نودي جيداء الدرس. وانا اروح انا بص انا واخده لها الشنطه بتاعتها. نودي جيداء الدرس وبعد كده اخد جودي اوديها ايه؟ اوديها الدرس. ورجعنا بقى ايه للسيركل اللي احنا متعودين نلف فيها ايام الدراسه. يعني رجعنا هنقول الحمد لله. يلا بينا نروح كده نشوف الاول لبس المدرسه ونشوف جيداء عملت ايه النهارده. اكيد عايزه تنام زي قلبي. كل ما احس ان انا عايزه انام اقول يا حبيبتي جيدتي اكيد زمان عايزه تنام في الفصل. يلا بينا. احنا جينا المدرسه ومستنيين جيداء. تطلع لنا مين؟ تطلع لنا قطه صغنطوطه مش راضيه تروح مع اخوها عشان تتصور مع جودي. اسمك ايه؟ مكه. سنه كام؟ ايه؟ هي بتقول 4. فاكراني بقول لها عندك كام سنه؟ في كي جي 1. بتتفرجي على عالم جودي وجايده؟ طب احنا بنقول ايه بصوت عالي في جودي وجايده؟ احلى ايه؟ احنا جودي وجايده في العالم. هاتي بوسه. يلا. فين قلبي؟ تعالي هنا في الدل. قلبي عامل ايه؟
طبعا هم شافوك الصبح وانت نازله. ايه ده؟ ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ كله تمام؟ الميس طلبت قلبي انا عامله ايه؟ كويسه؟ ايه الجمال ده؟ عامله ايه؟ وانت عامله انت شكلكم عامل كده اللي انتوا كنتوا حلوين الصبح. والله كانوا حلوين. شكلهم اتغير. ايه القطتين عملتي ايه؟ حلو بس عايزين صابت منها حلوة. حاضر. وطالما افتكرتي تاكلي الساندوتش دلوقتي؟ انت في حاجة فاضية. ما كانش في حصص فاضيه؟ طب يلا بينا عشان الدرس. تعالي. جبنا الانسه جيداء الدرس، مستنين المس. شكلك غريب شنيع. امسكي كده يا جودي، نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. سيبي ده، نحاول ننقذ. الله بصوا، اول ما انقذنا ما يمكن انقاذه كل حاجه اتعدلت. يعني احنا حاولنا. بصي كده وريني. الله، ماما انقذت ما يمكن انقاذه في ثواني. دلوقتي هنستنى جيداء تدخل الدرس بتاعها، واخد جودي واديها الدرس. مراجعه علوم. كلنا نقول لجيداء الف سلامه عشان وقعت امبارح وقعه جامده جدا جدا جدا، فنقول الحمد لله. نقول ايه؟ ماشي يا قلبي. انا عايزه اعرف حاجه. لما انت ثواني، لما انت السندوتشات اكلتيها على باب المدرسه، والعصير اكلتيها عند الدرس، والجوافه لسه في اللانش باج واللانش بوكس، انت عملتي ايه؟ ارفعي لي وشك. انت عملتي ايه طول النهار؟ ما لحقناش ليه؟ كان عندك محاضرات كتير النهارده؟ كان عندك محاضرات كتير والدكاتره ضغطوا عليكوا صح؟ معلش يلا اشربي يلا. ده لسه بقول لها اجيب لك عصير، قالت لي لا ما تجيبيش. لقيتها بتفتح الشنطه الغريبه دي بتطلع منها كل حاجه تاكل وتشرب. امال انت شربتي ايه وكلتي ايه في المدرسه؟ شربت ميه. استني. كلت اللي هو البترول. ايوه وقربت اخلص البسكوت ده. ماشي خلاص تمام. في هنا يا جيده بتشرب في عمليه استغلال. بتقول لها خلصتي البسكوت؟ قالت لها لا. بصي بتطلعوا لها من اللانش باج تكسر. بسكوت انا. بسكوتنا حبيبنا. بالجامعة. في هنا عملية استغلال. اديها العصير. بت اديها العصير. سلم واستلم. هو الاتنين بتوعها. ايوه بقالي 10 دقايق بقول لك يلا عشان الدرس هنتأخر. كده سيبنا جيداء، دخلنا الدرس بتاعها وقلبتها في العصير وقلبتها في البسكوت. ودلوقتي هاخد جودي خليها تعدي قدامي تروح الدرس، واروح انا اعمل لكم غدا. ايه رايكم؟ ونتغدى مع بعض. يلا بسرعه اهو. جابته. ناكل. نقول لهم طيب يومنا حصل فيه ايه. نقول لهم رجعنا من الدرس تمام. سرحنا الكنوشه اللي كانت هنا. بصوا لمة شعرها بقى شكلها حلو ازاي. تمام. سمره بان ومصيفه بان خالص. ماشي. رجعنا من الدرس. طبعا ما كتبناش واجب ولا عملنا اي حاجه. جعانين. فدلوقتي هناكل. عملنا الاكله المفضله لينا احنا الثلاثه، البولت المشوي والمكرونه اللي جودي وجداء بيحبوها اللي هو سمك المكرونه، ورز وسلطه. وما لقيناش طحينه، ما عملناش طحينه لاننا جودي بتحبي دي. انا بحب انا بحب دي. السمكه بقى بتتنفس من ايه؟ لا اسمها ايه؟ الخياشي. جناحاتها السمكه بتتنفس من جناحاتها من الخياشيم. عايزين يعملوا الاختراع ده في العلوم بتاع الجهاز التنفسي. بص نجيب ازازه. ايوه ونحط شاليمو. ماشي. ونحط بالونه. الغطا. ايوه. وبعد كده ننزل شفاطه ونلزق فيها البالونه. بعد كده نجيب بالونه مقصوص تعمليها كده. بعد كده تعملي كده تبقى زي الجهاز التنفسي بالحجاب الحاجز. خلاص هم فهموا كده وكده. اللي فاهم يكتب لنا تحت في التعليقات. دلوقتي هناكل، وبعد ما هناكل انا دوري تقريبا مع جودي شبه انتهى. خلصنا كده كل المتراكم علينا. دوري لا. فطرنا ايه يا بنتي؟ ما كناش. ايوه ذاكرنا. ماشي. بعد الاكل بقى مين اللي هيذاكر ويكتب واجبات؟ الانسه اللي كان عندها مدرسه النهارده. يلا قولوا بسم الله.
رسمة قلبي بقلبي. انا نفسي والله، لا لا لا، بره التصوير بره التصوير. انا نفسي اعرف ليه الطالب المصري وقت ما بيجي يذاكر او يكتب الواجب لازم يعمل حاجة، يا ياكل يا يشرب يا يجوع يا يدخل الحمام. يعني دخلت تشرب غرقت نفسها وتقول لي لا استني انا مش هذاكر الا لما ادخل اغير الاول. لا ليه يا جودي؟ قالت لي بص انا عامله قلب، انا عامله قلب. قلت لها وربنا لا هنقعد نذاكر بيه. طب نستنى ننشف؟ قلت لها والله ما هنستنى ننشف، والله ما هستنى. انا عملت لهم عصير، كل واحده اكلت حلاوه المولد. بابا وجده جايبين علبه بسكوت لمبادة. طلعي لا لا لا، طلعي البسكوت، طلعي البسكوت اللي انت مخبيه تحت اهو. الجوع والعطش والحلويات والتويلت وكله والنوم ما بيجيش الا وقت المذاكره. حاطين حلاوه المولد، ما كانوا لسه بياكلوا حلاوه مولد. بصوا بقى حبايب قلبي، دلوقتي جودي هتقعد تذاكر. قلت لها ذاكري رياضيات. لا قالت لي ايه؟ قالت لي لا الرياضيات هتستنى عليه النهارده. هي عايزه النهارده تقفل العربي كله. ايه يا قلبي؟ ولا اذا خدتي كبريات. قالت لي لا انا عايزه اقفل النهارده العربي كله عشان يبقى خدنا فصل القصه اللي ناقص وتذاكر اللي هو كبرياء طفل ده اللي هي كانت واخداه من المره اللي فاتت. هم شافوا يوم الروتين انت اخدتيه. للاسف ما لحقتش تذاكر عشان كان عندنا تمرين نادي. تمام. فهي قالت لي النهارده هتقفل ايه؟ العربي. اشربي العصير. انا عملت لهم جوافه فريش. جيداء النهارده راجعه ما فيش واجبات كتير لان هم لسه ما استلموش الكتب، وفي نفس الوقت لسه المدرسين كانوا بيتعرفوا على الطلبه وكده، وفي نفس الوقت الطلبه كانوا بيعرفوا اماكن الفصول بتاعتهم. ده برضو ايه، ثواني يا قلبي، ده برضو للتعليقات اللي كانت بتقول هي ليه جيداء نزلت بدري. تمام. فجيداء نزلت بدري. المفروض ان المدارس الخاصه بينزلوا الاولاد الصغيرين بدري لحد ما كل واحد يعرف طريق فصله وكده. الكبار بقى يجوا ما يدوسوش عليهم، ما يمسكوش العيال الصغيره يهرسوهم في المدرسه. تمام. فجيداء يعتبر ما فيش واجبات النهارده، بس جيداء عليها واجب علوم من درس ايه؟ من درس العلوم بتاع امبارح، لان برضو امبارح اخدت درس العلوم. طلعنا جاريه على النادي ولا لحقنا نذاكر ولا لحقنا ايه ولا لحقنا نعمل حاجه. رحنا النادي مصممه ان الميس ادتهم الجهاز التنفسي واحنا مسافرين. ذاكريهولي يا حبيبتي. الميس لسه ما ادتوش. قالت لي لا ذاكريهولي. فانا ذاكرت لك امبارح. جهاز التنفسي. وخدتي ايه في الدرس؟ جهاز التنفسي. اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ طيب دلوقتي علشان نعرف بقى نركز معاهم كده. جودي هتذاكر عربي. جيداء ان شاء الله بعد ما تخلص اكل وشرب وحلويات وتعيش حياتها كلها ان شاء الله هتحل ايه؟ هتحل واجب علوم على الجهاز الايه؟ التنفسي. لا التنفسي اللي انا شرحته والمش شرحته اتشرح لها مرتين. تمام. كده تقريبا يومنا روتين اول يوم. اجيلكم بقى كده عشان تطلعوا وشكم حلو منور كده تقريبا. لا ركزي معايا. كده تقريبا روتين اول يوم ايه؟ مدرسه. خلص. كان يوم جميل جدا. انا شخصيا بصراحه يعني بس انا اكتر حاجه تعبتني ان احنا صحينا بدري وفعلا ما كنتش شايفه. بس انا مبسوطه اهو يوم وعدى. تفتكروا فاضل كام يوم على السنه الدراسيه وتخلص؟ ما تعدش. لا ان شاء الله تعدي على خير. وكل سنه وانتم طيبين. باك تو سكول، سنة دراسية جديدة سعيدة علينا كلنا. يكتبوا لنا تحت في التعليقات مين ايوه صح، ومين بدأ دراسة، مين راح المدرسة زي جيدتي كده، ومين بدأ دراسة ومين بدأ دراسة. جودي ركزي يا جودي. مين لسه هيبدأ؟ مين؟ لا الكبار اللي زيك لسه هيروحوا اول الاسبوع ان شاء الله. يا رب يكون اليوم عجبهم. ويلا نقول لهم باي عشان ما نطولش عنهم اكتر من كده. لايك شير سبسكرايب فعل جرس الشمس لكل فيديو جديد. باي. يلا باي.